السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبابنا الجميل، عملتوا ايه؟ عملت امتحان فقه؟ طمني عليك يا اسطى، عملت ايه؟ امتحان كان حلو؟ يا رب دايما كده حلو زي وامتحاناتك الجاية كلها حلوة وتخرج منها مجبور الخاطر، وان شاء الله توصل للي بتتمناه انت وكل زمايلك يا رب يا رب يا رب. اولا قبل بداية الفيديو انا عايز انوه عن حاجتين. اول حاجة طبعا كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر. ربنا يا رب يوفقكم ويكبر بخاطركم ويحقق لكم احلامكم، والسنه الجايه ان شاء الله كده في كليات احلامكم ان شاء الله ان شاء الله. تاني حاجه احب اعتذركم جدا 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 عن ان انا ما نزلتش فيديو للفقه. عذرا، انتوا اخوات صغيرين ان شاء الله تسامحوني. والله كانت ضغطه امتحان، كنا لسه خارجين من الامتحان وكده ما كانش قادر يتكلم، فعذرا سامحوني معلش. انا بعتذر لكم جدا جدا، ان شاء الله الموضوع ده مش هيتكرر تاني خالص. تمام. موضوع الفيديو بقى عن ايه؟ عن ليالي الفيزياء. هل هنذاكر فيزياء بس ولا هل هنذاكر ماده تانية مع الفيزياء؟ يلا بينا. قبل ما نبدا عايزك اشتراك، كومنت، ولايك. تمام كده؟ يعني ايه، ظبطني زي ما بظبطك. تمام. اول حاجه يا دكتور انا الفيزياء عندي مش مظبطه خالص وعايز اخد الليالي كلها فيزياء. طب ما تصبر يا دكتور، انا مش مظبط فيزياء. طب اصبر. تمام، صبرت. قول لي هعمل ايه. اولا انت عندك بتتكلم ان في مواد لسه هتمتحنها يوم 9/7 ومواد يوم 7/7 ومواد يوم 23/6 قدامها يوم ونص، هتعمل فيهم ايه؟ في حين ان انت لسه قدامك من 3/6 يا مؤمن لحد 14/6. 11 يوم يا اسطى، 11 يوم 11 يوم، انت بتهزر؟ فيزياء ايه اللي تاخدها في 11 يوم؟ كتير. تمام، كتير. انت دلوقتي عندنا المواد اللي في الاخر هنجيبها. طب هنجيبها إيه؟ عشان تفكر نفسك بيه. انا بقولكش راجع ليله امتحان واكحت نفسك. انا عايزك على الاقل تكون فاكر منهجك. مثلا عندك مثلا الصرف، هتعمل ايه في الصرف اللي انت سايبه من 25/5 وهتمتحن يوم 18/6؟ هتعمل ايه في التوحيد اللي يوم 23/6 وانت سايبه لي من قبل كده اساسا يوم 20/5 ولا 23/5؟ هتعمل فيه ايه؟ فانا شايف انت مثلا روحت النهارده الفقه 3/6، اما اروح انام واصحى في العصر، اتفضل لي من العصر لحد مثلا ما هنام تاني او هسهر في عرفه لحد 12. يعني نقول معانا بكلم اللهم صل على النبي في 9 ساعات، صح كده؟ صح. خلاص يا باشا، مثلا ممكن تخلص فيه خلص النهارده شرح تفسير وتوحيد. ولو عرفت تقرا الادب اقرا تاني. انا بقولكش ذاكر ليله امتحان، انا بقولك اقرا، فكر نفسك بمنهجك. مثلا خلصت الماده، والله خلصت التوحيد وحليت الامتحانين خلاص. تفسير وحليت امتحانين خلاص. انا بفكر نفسي بمادتي عشان ما اوصلش ليلتها ابقى سايبها من شهر 5. لا، ده انا لسه جايبك من اسبوعين او اسبوع. تمام، ده اللي عايز اوصله لك. تاني يوم مثلا مثلا النهارده خلاص، النهارده الثلاث جبنا شرعي، بكره ده انا عندي نحو وصرف وادب ونصوص وبلاغه. انا ايه المواد الحلوه وايه المواد يعني ايه المواد اللي انا هعرف اجيبها ليله الامتحان وايه اللي مش هعرف اجيبها ليله الامتحان؟ طبعا مفيش ماده عربي هتعرف تجيبها ليله الامتحان الا لو كنت اللهم صل على النبي يعني. غير كده انا انصحك يعني مثلا تخلي اليوم ده كله مثلا النهارده بكره الاربعاء مش عرفه ولا حاجه، انت عايز مثلا انت تعبط في عرفه وكده، يعني بكره الاربعاء مش عرفه. اولا مثلا ابدا مثلا الصبح مثلا نحو اقرا. انا عايزك تقرا، تفكر نفسك بمنهجك. الصرف كذلك، البلاغه كذلك، ادب النصوص كذلك. انا عايزك تفكر نفسك بمنهجك. تاني بقولها، انا مش عايزك تذاكر ليله امتحان عشان تقول لي اليوم مش هيكفي مادتين، لا. انا عايزك تفكر نفسك بمنهجك، اقرا كده، فكر نفسك بمنهجك، حاول تسترجع شكل الصفحات في دماغك. تمام، خلصنا العربي. فاضل لك بقى ايه؟ انا شايف ان الاحياء قدامها اللهم صل على النبي 4 ايام مش عايزين منها حاجه، والرياضه التطبيقيه اللهم صل على النبي قدامها 3 ايام مش عايزين منها حاجه. ده 3 ايام غير النص يوم. تمام. طب انا خلاص، يبقى انا كده فاضيش غير كيمياء واحده المزنوقه هي اللي قدامها 3 ايام. 3 ايام انت بتتكلم على 4 ابواب عضويه وباب كيمياء. يعني انت في اليوم هتجيب لي بابين عامه وفي يوم هتجيب لي فيه باب عضويه. طب ما العضويه افرض ما عرفتش، ما انا بقول لك بقى يعني هاتها في يوم قبل العيد. يعني مثلا خليها يوم وقفه عرفه مثلا، لو النهار كله مثلا يا عم مع ربنا، بالليل بقى انت مع العضويه. معلش يا ليله عيد وكده، بس ليله عيد هتبقى احلى مع العضويه ان شاء الله لما تظبطها كده. وبعد ذلك معاك العيد براحتك، روح ظبط وهيص واعمل اللي انت عايزه وسلم على ده وسلم على ده، واخرج واتفسح واقعد مع اهلك شويه. بس هذا لا يمنع ان يكون في جزء في العيد للمذاكره، عشان حضرتك احنا في ليالي امتحان مش في ليالي عيد. تمام، احنا في ليالي امتحان. ليالي امتحان تاني ليالي امتحان. ماشي. ماشي. فالعيد يعني ايه، لا يمكن ان يخلو من المذاكره، لازم تذاكر. طب يا دكتور انا عايز استريح. يا حبيب قلبي، ما انت استريحت يعني. ما عرفه كله انت اللهم صل على النبي يوم وقفت عرفه انت الصبح كله قاعد ما بتذاكرش يعني، وعندك العيد برضه وتفسح شويه. خلاص كلها هانت كلها شهر ونخلص من القرف ده اصلا يعني. كلها شهر ونخلص. تمام، ان شاء الله نخلص على خير. ماشي يا رب يعني. فطب خلاص انا كده ان شاء الله وصلت العيد وخلصت كل المواد اللي انا ظبطتها. هعمل ايه في الفيزياء؟
اما ان حضرتك زي ما قلنا في اول فيديو في حاجات واقعه منك، فدي الحاجات اللي تبدا فيها. في باب ما ذاكرتوش، في باب لسه ما خدتوش المراجعه النهائيه، في كذا في كذا في كذا. انت بعد العيد عندك يوم كده او يومين انا بخلص فيه اللي وقع مني في الفيزياء. بعد كده تخش في ليالي الامتحان بقى. ليالي الامتحان بتاعت مين؟ اما ان انت مشترك مع مدرس فهو يعمل لك ليالي الامتحان، او ان انت مثلا تسمع يوتيوب، او ان المشترك اللي انت او ان المدرس اللي انت مشترك معاه هينزلك على يوتيوب. طب لو انا هسمع يوتيوب اسمع مين؟ ما كله اجمع على اتنين، مستر محمد مجدي ربنا يديله الصحه، ومستر محمد عبد المعبود ربنا يديله الصحه بس. وسك على الكلام مع احترام لكل المدرسين، كلهم على دماغي والله العظيم وزي الفل، انتوا اساتذتنا افاضل وكل حاجه. انا بقول لك اللي يعني اللي تستثمر فيه وقتك وانت مطمن، اللي هتخش امتحانك هتلاقي من مراجعته في الامتحان تمام، سواء كان مثلا بعون الله ان شاء الله يعني كده افضل استغلال ان شاء الله للاجازه. انت عندك خطه تانية الله معك. كل واحد مرتب نفسه الله معك. انا قلت افتح دماغك على حاجات انت ما تكونش واخد بالك منها. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يكرمكم ويوفقكم وتوصلوا اللي بتتمنوه يا رب يا رب يا رب. كان معكم دكتور ابراهيم. ما تنسوش بقى تظبطونا تحت بقى اشتراك كومنت لايك الحاجات اللي انت عارفها دي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.